بما إنه اليوم عيد المولد النبوي كل سنة وأنتم سالمين، حبيت آخدكن معي لنروح نشتري مع بعض أغراض المحلاية، وناوية كمان وزع للجيران. تعالوا أول شي نفوت على الماركت نشتري من هدول الزبادي القصدير، وبعدها فتت لحتى اشتري المكسرات اللي بنزين فيها المحلاية. اشتريت فستق حلبي ولوز مثل ما إننا شايفين. مين بحب هاي الأكلات؟ بتجنن، أكلات الطفولة. وبعدها فتت على الماركت لحتى اشتري حليب. ما لقيت حليب تازة، بالعادة بيكون بالبراد في حليب تازة كتير طيب للمحلاية. قام اشتريت من هذا الحليب، وأخدت كريمة شانتيه ونشا وكريمة سائلة. هي كتير كتير ظريفة وبتعطي دسامة للحليب كتير. وبس هيك بعدين رجعت على البيت وبلشت بتحضير المحلاية. هلأ لكل كيلو حليب بيحتاج ل3 معالق نشا و3 معالق سكر. السكر انتو فيكن تخففوا أقل، يعني تحطوا أو تزودوا أكتر، بس هاد العيار بيطلع كتير ظابط. وحطيت ظرف واحد من كريمة شانتيه، وحطيت علبة الكريمة السائلة، هي بتجي 200 جرام، وحطيت ظرفين فانيليا، وحركتن على البارد كتير منيح لحد ما تجانسوا. وبعدها رفعتن على النار على نار قوية، وضليت عم حرك لحد ما وصلت لهي السماكة. شوفوا قد ايه الخليط ناعم ما شاء الله، بشهي القلب. هلأ هيك صار جاهز بعد ما غلى. وهلأ صار وقت السكب. سكبتهم بالزبادي اللي اشتريناهم مع بعض، وبعدها زينتهم بالفستق واللوز والكريمة، وحطيت من هذا الورد كمان. طلع منظرهم بشهي القلب. شايفين شو حلوين؟ إذا حبيتوهم كتبولي بالتعليقات. وهلأ هيك صاروا جاهزين لحتى روح وزعهم للجيران. لو عجبكن الفيديو ما تنسوا تدعموه بلايك.